احنا عندنا في جاسمين كلينيك الحالة أول ما بتخش لنا بيتم التعامل معاها ببروتوكول معين. فمثلا اللي جاية عايزة تعمل سيشن حقنة نضارة أو فيلر أو بوتوكس، بقعد معاها بسألها شوية من الأسئلة بحيث إن هي لما تعمل السيشن ده تطلع وهي مبسوطة من السيشن، يدوم معاها مدة أطول وحل للمشكلة بتاعتها قبل ما تعمل السيشن ده. الحقيقة يا دكتورة هبة البروتوكول ده بيفيدني جدا، وبنعالج السبب وجذر المشكلة، مش بنعالج بس العرض اللي هي جاية لي فيه، سواء كان حب شباب، تساقط شعر، حتى زي ما انتي قلتي لو حتى جاية تعمل حاجة تجميلية نضارة أو فيلر، عشان ده يدوم معاكي لازم تكون انتي أصلا صحتك كويسة. كمان يا دكتور لميا ساعات بيجي البيشنت فاكرة ان عندها مشكلة بسيطة، حباية مثلا طالعه لها او شوية تصبغات في بشرتها، بنكتشف من الكشف ان هي فعلا عندها مشكلة اكبر من كده. كمان حضرتك بنوجهها بقى ان هي تروح للتخصص التاني تفحص ده. طبعا ده مش بس في زي ما قلنا مش البشرة بس، لا ممكن كمان الشعر بالذات. يعني احنا بالذات عشان حتة الشعر دي احنا متخصصين فيها جدا، فبالذات الشعر بنفحص من اول الفروة، الالتهاب اللي فيها، لو فيها ألم، لو في قشرة، لو في بلاد فيسلز او احمرار، السمنة، قلة الحرق، السمار اللي بيجي على الرقبة، كل دي اعراض. ده جزء بسيط جدا من الحاجات اللي ممكن نوصل منها للتشخيص السليم. الهدف بتاعنا في جاسمين كلينيك في كل فروعنا ان احنا مش بس تعالجي مشكلتك، لا، عالجي سبب المشكلة.